الانجاص. هدول من الفواكه لازم بقدر اكيد مريض او مريضه الغده تتناولها كسل الغده، ولكن لازم يكون باعتدال. نعم. او بالدراء وموجود بالفراوله والانجاص. ممكن الفراوله ناكلها مرتين ثلاثه بالاسبوع. يا منتجات الصويا هاي برضه ننتبه لها. كمان للي بيحبوا الشاي الاخضر برضه ممكن يتعارض معها. يا قرنبيات بس شكلها زي الخس اللي هو الكيل، بنعمل منه عصير، بنعمل منه سلطه، عباره عن الاوراق خضراء، بس هي تعتبر من فصيله القرنبيات. نعم. هلا هدول الجويتريجنز او هاي المواد الموجوده بهاي الفئه من الخضار بتاثر على افرازات الغده وبتاثر على الثايرويد، على الهرمون هذا. نعم. فبالتالي احنا يفضل اذا الغده مش منظمه نبتعد عنها، لهي موجوده بتركيز كبيره في الخضار زي هيك اللي بتكون نيه. نعم. لما تنطبخ الجويتريجنز بتروح. فممكن انه هلا اذا احنا في كثير الاشياء اللي يفضل انه نبتعد عنها، في اطعمه ثانيه مشهوره كثير جويتريجنز موجوده بالقرنبيات زي الملفوف والبروكلي، موجود بالسبانخ وموجود بالزهره. بس خلينا ننبه على النقطة دي في حاجة، إن أنت لو تستخدم التوم هتبلعه على الريق لازم في الأول كده تهرسه أو تقطعه شرايح صغيرة وتسيبه في الهواء من 5 دقايق ل10 دقايق علشان تبدأ تنشط أو تفعل المادة الأساسية فيه، هي مادة الأليسين. لو ما عملتش كده وبلعته على طول مش هيبقى ليه أي لازمة، والمادة كده مش هيحصل لها تنشيط. أما بالنسبة للفرد، الطماطم بتعتبر زي ما قلنا مصدر جيد جدا بمادة الليكوين. سخنها، ارفعها كده لدرجات حرارة عالية علشان كل ما بتزيد تسخين الطماطم وتقدر تعمل السلطة دي مكونة من الطماطم والكركم والقرنبيط والعدس والثوم. ده اللي انا محتاجاه علشان اعمل شوربة العدس بالقرنبيط. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. حطيت ربع كيلو العدس على النار وحطيت عليه ميه كتير زي ما انتم شايفين، وهسيبه لحد ما يستوي خالص. طماطم والقرنبيط، بصوا مقطعه ظهر صغير ازاي. حاجه كده عامله زي شوربه الخضار بس دي عدس او مش مرقه. وهضيف البصل، كل الخضار اللي معايا هضيفه، وابدا بقى ابهر الشوربه بتاعتي. الملح والبابريكا والكمون. نسيت اضيف الفلفل الملون، متسيبيهوش لما يفك صراحه. فكده خلاص كل المكونات انضافت ما عدا الثوم والزيت. كل الخضار اهو استوى. الزيت ده كتير على الثوم. ريحة التومة هي بدأت تطلع. نرشها بقى في العدس. بسم الله. والقرنبيط والزبدة كتير. وحبذا لو ضفت عليها الزبدة. وحبذا لو ضفت عليها زيت الزيتون البكر الممتاز، انت كده بتزيد من التأثير والامتصاص.